سلام حبوباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين ووليداتكم بخير. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه رائعه تاع السيجار او عجينه السيجار، ناجحه مليار بالمية. كامل سقساوني عليها في الفيسبوك، قالوا لي كيف السيجار تاعك يجي كيما هكا بنين هشيش وعلى حبه وما يتفتتلكش كي تنحيه من المول وما يتشققلكش داخل الفرن. اروحي نعطيك جميع اسرار النجاح تاعه. كمبتدئه راح تنجحي فيه من اول تجربه وراح تديريه مشروع مربح، هذا وعد مني. برك طبقي المقادير وطريقة التحضير. يلا اخواتي، ما تنسوش تقولوا بسم الله وتصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وقبل ما نبداو في الوصفة تاعنا ما تنسوش ديروا لي جيم الفيديو، ابينو. ومرحبا بكم كامل اللي دخلوا معايا جدد واللي مازال ما دخلوش، نقول لكم الباب راه مفتوح. مرحبا بكم في بيتي المتواضع. هنا خياتي غادي ندلكم بالكيله الصغيره سورتو للمبتدئات اللي اول مره راح يجربوا هذه الوصفه. راح ندير 125 غرام تاع زبده او مارغرين بحراره المطبخ. اللي ما عندهمش الميزان ولا الباطا تاع 125 غرام يديروا زوج مغارف كبار. نزيد عليها نص كاس تاع سكر كلاص ولا سكر طب، طبعا الكاس تاع 220 مليلتر. راح نزيد عليها حبه تاع بيض تكون بحراره المطبخ، لازم البيض تاعكم ما يكونش بارد الشيرات. هنا شنو غادي ندير؟ غادي نخلط غير بيديا، باسكو العجينه سهله وكيله صغيره. كيما تقدروا تستعملوا الباتر. راح نزيد عليها ملعقه صغيره تاع لافاني، طبعا ما نساوش القرصه تاع الملح الشيرات. وراح نضيف الكاس الاول تاع الفرينه. هنا طبعا الفرينه لازم تغربلوها. نزيد الكاس الاول ونخلط بهذه الطريقه، ما نعجنوش العجينه كي نولو نخلطوا فيها. وراح نزيد الكاس الثاني. طبعا الفرينه ما تضيفوهاش كامل على ضربه واحده، باسكو كاين الفرينه اللي تشرب وكاين اللي ما تشرب لكش عزيزتي. كيما راكم تشوفوا قوام العجينه تاعي لازم يكون طري. غادي نحطها بجيه ونجيب كامل الصوالحين اللي نخدم بهم. شوفوا هنايا طبعا لازم ديروا لها ساشي ولا تغطوها بساشي باه ما تنشف لكمش العجينه. هنا فرشت عليها الساشي، هذا الساشيات تاع الخبز ما تقيسوهمش البنات كي يجيبوهم لكم، دسوهم غير الحلويات. انا ما نفضلش انه نحل العجينه تاعي فوق البوطاجي، باسكو ميم تنقيه كامل قادر يشد حاجه. الالوان هذوك ما تحصيش كامل، الواحد راه يفيتي صوالح اللي يضروه. هنا راح نحل العجينه تاعي. طبعا جبت غير كميه ما جبتهاش كامل، نحلها على سمك يكون ماشي رقيق رقيق وماشي خشين، لانه طبعا راح نرولي العجينه تاعي. بالتالي الجينه هذيك هي كيما راكم تشوفوا. شوفوا هنايا زدت رققتها غير شويه. راح نجيب المول ونعبر بهذه الطريقه ونقص الزوائد. هذه الزوائد الشيرات لازم ديروهم في ساشي باه ما ينشفولكمش ولا ما يبسولكمش، هكا ما ينجحش معاكم السيجار تاعكم. شوفوا الشيرات. اللي بغات تضاعف المقادير شا غادي ديروا؟ غادي ديروا 250 غرام تاع زبده او مارغرين، وتزيدوا معاها زوج حبات تاع البيض هكا باه ما يتفتت لكمش السيجار تاعكم. بهذا الطريقه شوفوا العجينه تاعي راهي تتنحى لي بسهوله. لازم خياتي تتبعوا الطريقه وديروا مقادير مضبوطه هكا ينجح معاكم الصابلي عفوا السيجار تاعكم. شوفوا الفرن تاعي راني شعلته على درجه حراره 170 درجه، لازم تخلوا الفرن تاعكم يسخن غايه. شوفوا هنايا المول تاعي لازم ندور دوره ونص. شفتوا الطريقه الشيرات؟ دوره ونص. وديروا هذيك الشرطه اللي غلقنا عليها العجينه بهذه الطريقه باه ما ينفتحش معاكم. شوفوا هنايا زدت شويه فرينه باسكو العجينه تاعي راهي طريه وراهي تلصق لي في الساشي. هنا راح نحي الزوائد وراح ندير العجينه عبر المول تاعي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. وراح نوريكم طريقه اخرى باه تكملوه بالخط. هذه الثانيه الشيرات. شوفوا غير بلا عقل مع العجينات تاعكم، ما تخافوش هنا مش راح تلصق لكم في المول. ديروا هذه الطريقه. قلنا دوره ونص، ماشي زوج دورات وماشي 3 دورات. ومن بعد نغلقوا على العجينه بهذه الطريقه. راح نزيد معاكم الثالثه والاخيره. شوفوا هنايا الشيرات. دوك نوريكم الطريقه اللي بالخف تغلقوا السيجار تاعكم وما ينتحللكمش كذلك في الفور تاعكم.
شوفوا هنا يعني نحي في الزوائد، صدقوني هذه العجينه رايحه تنجح معاكم ومش راح يتفتت معاكم. كاين اللي تقول لك في الفور شغل يتكلبز، يعني يسمن في الفور، يسمن له ويتفرش كاع كامل في ذيك السنيوه. شوفوا هذه الطريقه الثانيه بالخف تكمليه ويضغط سوا سوا على العجينه باه ما تفتح لكمش. هنا دوك نديره في السنيوه تقدروا ديروا فيها ورق الزبده كيما تقدروا ديروها غير هكاك. شوفوا انا ما درتها لا بزيت لا والو، خليتها غير كيما هكا. ايا وندخلها الفور. انا دخلته في الرف الوسطاني باسكو قلت لكم انا الفور تاعي يحرق لي، يكون نديرها تحت غادي يحرق لي. نشعل عليه من تحت كي نشوف الحبات تاعي بداو ينشفوا، نشعل عليه من الفوق نهبطه لتحت ونشعل عليه من الفوق. شوفوا الطريقه باه تنحوا الحبات تاعكم لازم تخلوهم يبردوا، ماشي يبردوا شغل باردين دافيين. تنحوا غير بالعقل كيما تبغيش تتنحى لكم، روحوا ليها من ومن ونحوا يتنحى لكم وما يتفتتش. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، برك راني نقول غير من بصح الفيديو راه باين. شوفوا هنايا العقده تاعي اللي راح نحشي بها السيجار تاعي. درت غي كاوكاو حمصته ما حركتهش، ودرت ملعقه كبيره تاع كابريز هذيك اللي تشبه الطوفيه، وخلطته غايه كما شفتوا. وراح نحشي به السيجار تاعي بهذه الطريقه. هنايا تخلوه يبرد. جبت هذا الساشي ولا كيس حلواني وبديت نحشي في السيجار تاعي. هنا الشوكولا ولا الشيكولا، الناس اللي تقول لك تغسل لي شيكولا، شوفوا غلوا الماء في كسرونه ومن بعد نحوها من النار وديروا فوقها الشيكولا وخلطوا هذاك البخار تاع الماء هو اللي يذوب لكم الشيكولا تاعكم. ونزيدوا لها ملعقه كبيره تاع الزيت بطاطينه، هذيك اللمعه اللي نشوفوها في الحلويات كامل تاع الشيكولا ولا تاع كلاصاج. راح نقلاصي السيجار تاعي بهذه الطريقه. هنا كملته بالخف. شوفوا درته في الليل، درته جوي 9 تاع الليل، 10 كنت كملت كلش. كان نشوف لي كلاصيته زينته درت فيه كلش. وهذه هي وصفة السيجار ولا وصفة عجينة السيجار راهي واجدة. شوفوا البنات تزيين درته بسيط، كي كلاصيته بالشوكولا درت له خطوط ودرت له الناكري غير شويه غير هكا، ما تكثروش الناكري باسكو فيه الامراض وفيه احنا كل حاجه ماناش ناكلوها صحيه، ما جاتش غير على الناكري. المهم الناكري راهم يحذروا منه، قال لك ما تكثروش منه. وهذه هي خواتاتي، نتمنى فيديو نهار اليوم نال اعجابكم وما تنسوش تجربوا الوصفه ودمتم في رعايه الله وحفظه.